السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك نتايجه السلبية الهزيلة عرض مستمر. عرض مستمر الزمالك بيواصل نتايجه السيئة، وبيخرج من كأس مصر من السيمي فاينال كأس مصر على إيد بيراميدز بعد خسارة بضربات الجزاء الترجيحية. الزمالك مش مستقر ومش متزن وبيعاني، وفي مشاكل، في مشاكل في التشكيل، في مشاكل في الخطة، في مشاكل في أداء اللعيبة، في مشاكل في الروح. فالزمالك مستمر من ماتش أسوان لماتش الاتحاد السكندري لماتش بيراميدز النهارده. الزمالك ما بيكسبش، وغير كده النتائج والماتشات والأداء نفسه يعني طبعا مش على مستوى. جوزوالدو فريرا مصر على اللي في دماغه بتشكيله اللي فيه يعني كتير من الأخطاء، وتصميماته ونفس التغييرات هي ونفس الطريقة ونفس طريقة اللعب نفسها، وإنه يلعب بالمسلوسي ناحية الشمال وعلى غير عدلته. وبعد كده طب ننزل عبد الشافي، طب ما نزلتش عبد الشافي ليه من الأول؟ بيستبعد فتوح. ايا كانت الاسباب، بس جوزوالدو فريرا راكب دماغه ومش يعني مش عارفين هو ضد مصلحة الفريق ولا ايه بالظبط. طبعا لعيبة نادي الزمالك عليهم يعني عنصر كبير، يعني من ناحية الروح، من ناحية الأداء، من ناحية الفكر، من ناحية كل شيء. الزمالك مش بيأدي بالطريقة اللي فعلا المفروض يأدي بيها. طبعا ساعد على كده النهارده، يعني الزمالك ابتدى بدايه كويسه بجون حسام عبد المجيد، بعد كده طرد علي جبر في الدقيقه العشرة. طبعا الماتش كده المفروض انه فتح لنادي الزمالك، بس الزمالك ما استغلش الفرصه. بيراميدز طبعا جايمي باتشيكو بيعرف هو يقدر يسيستم لعيبته، ويقدر انه يلعب بطريقه هجوميه باستمرار، طول ما هو قاعد على الخط باستمرار، ضاغط على لعيبته ان هم يهاجموا باستمرار. فطبعا باتشيكو النهارده لعب على قد المتاح ليه من النقص العددي، وبالفعل وصل للي هو عايزه، للجون التعادل اللي احرزه الكارتي في الدقيقه 55. وفعلا قفل خطوطه، ويعني المباراه كانت دفاعيه بالنسبه له، وطلع طبعا الوقت الاضافي الاول والثاني وكله يعني زي ما هو عايز بالظبط. وساعدوا على كده لعيبه الزمالك منعدمه الروح، لعيبه الزمالك اللي ما عندهاش خطه. فبالفعل وصلوا ضربات الجزاء، وبالفعل وصل بيراميدز للي هو عايزه. وطبعا كده الزمالك لا عزاء له زي ما بيقولوا كده، يعني لا عزاء لجماهير الزمالك، ويستمر مسلسل الروح الانهزامية، وبيخرج من السيمي فاينال، ويوصل بيراميدز للي هو عايزه، ويفضل لغز جوزوالدو فريرا غريب الرجل العنيد. ويفضل لغز أداء الزمالك في الأربع ماتشات الأخيرة برضو لغز كبير. وطبعا يعني الزمالك فرط كده في بطولة، وهيبقى تركيزه كله على بطولة الدوري وبطولة أفريقيا. واحنا بنتمنى لكل الأندية المصرية كل الخير، وطبعا بنبارك لبيراميدز صعوده للدور النهائي لكأس مصر، وبيستنى ويشوف الطرف الثاني من مباراة الأهلي وسموحة. وإن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لنا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.